عمر سرق لي طفولتي معه، أخدها مع وفاته. راح من لما مات عمر والله بحس حالي ختيار، فقدت معاني الحياة البسيطة، ما بتعني لي بقى، لأنه المعنى الأكبر بالحياة علمني يا عمر، العائلة. شامي سؤال، لجوء، الحال تغير، وفاة خيك بحادث سير أمام عيونك، وقفت للحظة وقلت ليش أنا؟ ليش كل المصايب بالدنيا كلها معي؟ قبل عم نحكي. هيك قبل كان عندي نقمة على الحياة، كنت غاضب من البشر والشجر والقدر وبلدي، وقول إنه كل الدنيا ظلمتني وظلمت عمر وظلمت أبي. بعدين فهمت إنه الله عم بيهيئني لأمر عظيم. الله ما بيهيئ البشر لأمور عظيمة غير بالوجع، لبعدها يحس بقيمة الأمر العظيم. ما فينا نقدر، قلتها بالبداية، ما فينا نقدر. يمكن ما كنت معلق بأهلي هالقد وفهمت معنى العيلة لو ما فهمت الخسارة. مع الوقت هيدي الخسارة درس قاسي، درس قاسي كتير. بس قالت لي أمي ليش ما عم تقعد تحكي معنا؟ كنت مؤخراً قعدت أنا وعائلتي كنا عم نتناقش. قلت لها أمي بعد ما مات عمر صرت أحس أي حديث ما له معنى. شو بدي أقول لك يا أمي؟ شو أكلت اليوم؟ حلوة الغنية؟ حلوين تيابي؟ عم حس حزني أكبر من إني أحكي بهيك قصص. يمكن حزني المغرور. من كتر الحزن. إيه بتحس إنه أنت وحزنك أكبر من إنك تحكي بهالقصص وترد. الشوق صعب. بتعدهم كم سنة توفى خيك صار له الله يرحمه؟ طريقة تعامل مشاعري وعقلي مع عمر وحالة وفاة عمر وإلى آخره صارت مرجع، يعني متقبل الوفاة، تقبلتها، مشتاق له كتير. بس أنا منيح وناطر الامتحان الكبير اللي أنا عايش فيه وجاي لعندك. أنا عم عد الباقي، مش عم عد الراح. لو كان بعده معك بالمشوار لهلا شو كان تغير؟ يا ريت بس يعيش شوية حياة، بس يعيش شوية حياة. كان زعلتي على عمر إنه صغير طلع لاجئ وعاش لاجئ ومات لاجئ. يا زلمة بس اتركوا له يومين حلوين، اتركوا له كم سنة ينبسط فيهم. وكان عمر إنسان يعني طفل حزين، لذلك بزعل إنه ما فرح.